خدي مني بقى اصل الفطير المشلتت بتاع الفلاحين على اصوله كده. هقولك على السر اللي بيخليه يطلع ما شاء الله منفوخ في الفرن زي البالونه كده، ويطلع معاكي مورق، وتعملي اكبر كميه منه تكفي العيله كلها بكيلو واحد من الدقيق. واحلى حاجه بقى ان احنا هنعمله في فرن البوتاجاز، مش هنعمله في الفرن الغاز، وهيطلع معاكي برده مورق وتحفه. هقولك التسويه المظبوطه. بس كالعاده لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش اللايك والشير، واعملوا متابعه للصفحه وتعليق حلو زي قلوبكم. يلا نسمي ونصلي على رسول الله. اول حاجه كده انا بجيب الطبق بتاعي، ومعايا هنا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات. تمام كده علشان الناس اللي بتسالني على نوع الدقيق. طب هياخد معانا كام كوبايه؟ هعاير لكم اهو كام كوبايه بالظبط وانا بنخله كده. انا هنا حطيت كده 4 كوبايات. تمام كده، دي الخمسة ودي الستة. اخد معايا كده 8 كوبايات الا ربع. تمام كده، 8 كوبايات الا ربع من الدقيق. نخلتهم كويس جدا كده، اهم حاجة علشان لو فيهم اي حاجة تطلع منه. بحط عليهم كده معلقة صغيرة من الملح. والسر بقى اللي بقول لكم عليها خلي معاكي الفطير تحفة معاكي ومورق، هي نص معلقة من البيكنج باودر. بصراحة بتفرق معاكي قوي في عجينة الفطير بعد التسوية. بقلبهم كلهم مع بعض. بجيب طبق تاني وبحط فيه كوباية مية، بحط عليها معلقتين من السكر وادوبهم كويس جدا كده لغاية السكر ما يدوب معايا. بنزل هنا بالمية مع السكر كده على العجينة بتاعتي. بزود كمان كوباية كده، وابتدي ان انا اعجن في ريحي برضو كوباية، لو احتجت ان انا ازود بزود تاني لغاية العجينة ما الم العجينة بتاعتي. بس اهم حاجة لا تكون بتلزق في ايدك ولا هي تكون عجينة يابسة، انا عايزاها عجينة مظبوطة. تمام كده عشان تعرفي تفرديها كويس. واهم حاجة نوع الدقيق يكون فيه عرق وهو متعدد الاستخدامات، ده هيكون حلو معاكي قوي وهيطلع معاكي نتيجة الفطير تحفة. زي ما انتوا شايفين حطيت 3 كوباية شوية بشوية كده لغاية ما لميت العجينة زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تاخد منك اكتر اقل على حسب نوع الدقيق اللي انت مستخدماه. ببتدي بقى ان انا افضيها على المفرش بتاعي كده وانعمها كويس جدا. اهم حاجة تعجنيها كويس علشان تديكي نتيجة في الاخر حلوة. لو وصلت لغاية النقطة دي ما تنسوش تذكروا الله وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام عشان ناخد حسنتين مع بعض. بعد ما عجنتها كويس باخد كده قطعة كبيرة من العجينة زي ما انتوا شايفين كده. وابتدي ان انا اكورها واسيبها على جنب. دي بقى هعملها فطيرة لوحدها كده بتشكيلين. انا هعمل معاكم تشكيل اللي هي اول واحدة قطعتها ديت لوحدها ده تشكيل، ودي بقى تشكيل لوحده تاني خالص. الاسهل بالنسبة لك اعمليه. ببتدي ان انا اكورهم اللي فاضله دي بكورها على كور كده. عملتهم كده على 17 كوره زي ما انتوا شايفين كده. الفطيره الواحده منهم هعمل منها يعني 5 كور. تمام كده، في واحده هعملها على 4 كور وفي واحده هعملها على 5 كور، على حسب بقى ما هاخد معايا العجين معايا ما هيكفي. تمام كده، دي اول بقى تشكيل معانا. ببتدي ان انا احط مسحه بسيطه من الزيت كده، وابتدي ان انا افردها بايدي كده بكف ايدي زي ما انتوا شايفين كده. بس اهم حاجه تحطي الزيت الاول تحت. بجيب بقى النشابه بتاعتي واساعد كده زي ما انتوا شايفين بعملها كده على شكل مستطيل. بجيب بقى السكينه ومن اول الطرف كده والطرف اللي قصاده اقطعهم بالسكين. وبعد كده بعمل كم تقطيعه كده بالسكينه في الجوانب زي ما انتوا شايفين كده زي الفيديو موضح لكم. وهنا اللي هستخدمه كمادة دهنية انا هستخدم هنا زبدة، ونوع الزبدة دي زبدة فرن او زبدة كريستال المتوفر عندك حطيه. ممكن تحطي مثلا زبدة على سمنة هتبقى تحفة معاكي برضو مفيش اي مشكلة. طب ممكن اعمل ميكس بين التلاتة، يعني ممكن احط سمنة وزبدة وزيت مفيش مشكلة برضو ممكن تعملي كده. بس كده ببتدي ان انا ادهن كل العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، واخلي كل حتة فيها زبدة علشان تبقى مورقة معاكي وحلوة في الاخر. بجيب الطرف ده على الطرف ده، وبعد كده بعد ما اجيبهم على بعض بقى احطها على التانية، واجيب دي بقى عليها واظبطها كده بايدي. بصوا هنا الفيديو شارح نفسه مش محتاج ان انا اشرح. بعد ما اطبق دي على دي باجي جايباها على التانية، واجيب الطروف بقى على بعضها كده وانا شغالة كده بحاول ان انا افرد كده واشد معايا علشان تتظبط معايا كويس. بصوا قد ان هي بصي تشكيل سهل وبسيط، واي حد لسه بيعمل فطير يقدر ان هو يعمل التشكيل اللي احنا بنعمله ده، وهيكون سهل جدا بالنسبه له.
بصوا خلاص خلصت كده. دي لو عندك كذا فطيرة بجد هتعمليهم في ثواني، مش هياخدوا معاكي وقت خالص. اخر طرف بقى بقفله كده واظبطه. بعد كده خلصتها بقى واسيبها لما ترتاح معايا. اجيب طبق واحطها فيها واكون دهنها برضو من الزيت، وابتدي ان انا اسيبها تريح معايا قبل ما اعمل التشكيل التاني. بجيب بقى كل فطيرة هنا هستخدم هنا 5 كور، 5 كور من العجين. هنا انا استخدمت 6، في واحدة هستخدم فيها 6 وفي واحدة هستخدم فيها 5. تمام كده، على حسب بقى العجين ما هيكفي معاكي. وكل ما زودتي في الكور بتاعتك كل ما بقت الفطيرة اكبر. تمام كده، يعني اكبر في الحجم، وكمان تبقى مورقة اكتر. تمام كده. بس انا هعملهم كده على 3 فطيرات، والاولى اللي احنا عملناها يبقى كده 4 فطاير معانا. بصوا كده، ببتدي ان انا اجيب مسحه من الزيت وابتدي كده على المفرش افرد العجينه بتاعتي بايدي، سهله خالص كده، بعملها زي القرصه كده. بجيب بقى هنا الزبده اللي احنا اشتغلنا بيها، وكل اللي انا اشتغلت بيها دي كانت كوبايه، كوبايه الا ربع كمان من الزبده، يعني ما اخدتش كوبايه خالص. واحط كده على كل واحده نص معلقه من الزبده وافردها كده. ولازم الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ، ما تكونش مسيحاها على النار. ماشي. وفي كل واحده كده ببتدي ان انا افرد. شفتوا قد ايه ان هي سهله؟ بتفردي العجين بتاعك قصادك كده، وتفردي الكور بتاعت الفطيره اللي انت هتعمليها، وبعد كده تحطيها على بعضها. مفيش اسهل من كده. اهو بتحطي على كل واحده زبده، وبعد كده بتقفليها على بعضها بالشكل ده. ولا هتفردي ولا هتورقي ولا هتشدي ولا هتعملي اي حاجه. بصوا، اسهل طريقتين هتعملي بيهم. بتسيبيها بس تريح حوالي ثواني كده عبال ما تعملي بقيه الفطرتين التانيين، وبعد كده بتبتدي ان انت تشتغلي بقى فيها. بقلبها على الناحيه التانية علشان لو في الجنب التاني كده يعني مش قد بعض، بتبتدي ان انت تعدليهم. برضو بجيب هنا مسحه بسيطه من الزبده علشان برضو تطلع معاكي مورقه الفطيره في الاخر. وتجيب الطرف ده على الطرف ده، وبرضو كده تجيب الطرف ده على ده، ونكورها بقى من الاول. يعني بنخليها بقى كده كورة بقى من الاول كده، كأننا لسه ما عملناش فيها حاجة. خلاص كده بتديها بقى الشكل اللي هو المدور ده. وتجيبي بقى الصينية بتاعتك، مش بندهنها اي حاجة، ونبتدي ان احنا نحط كده الفطيرة بتاعتنا. بصوا سهلة ازاي اهو. بس اهم حاجة تسيبيها ثواني كده عشان تريح معاكي، عشان تعرفي تفرديها وتقلبيها على الناحية التانية. وتبتدي بقى ان انت زي ما قلتلك تحاولي ان انت تظبطيها كده قد بعض، وبعد كده تحطي مسحة بسيطة من الزبدة وتقفليها كده. مفيش اسهل من كده تشكيل. قولوا لي بقى اهني اسهل بالنسبة لكم في التشكيلين اللي انا عملته لكم. قولوا لي في الكومنتات اهني واحدة تكون اسهل بالنسبة لكم. دي بقى اللي هي عملناها في الاول، اول تشكيل. ببتدي بقى ان انا اجيبها واقلبها على الناحية التانية، مش على الوش، بقلبها بقى على الظهر، وافردها بايدي كده، واحط مسحة بسيطة من الزبدة، وبعد كده بقفلها على بعضها برضو علشان تاخد معايا الشكل الفطيرة وتبقى مدورة معايا. وبحطها برضو في الصينية بتاعتي، مش مدهونة اي حاجة. وهنا بقى بعمل بسيبها تريح بقى شوية. اسيبها شوية تريح معايا، بس اهم حاجة اغطيها بحاجة بلاستيك علشان الوش بتاعها ما ينشفش. هنا بقى كان ساعتها وقت التسوية. بحط بس مسحة بسيطة من الزبدة على الوش، وابتدي بقى ان انا افردها كده. بس اهم حاجة بقى ما تفرديش قوي، ما تخليش السمك بتاعها رفيع علشان ما تنشفش معاكي. يعني عايزاكي تظبطي السمك بتاعها كده علشان تنفخ معاكي في الفرن، علشان لو فردتيها قوي مش هتنفخ معاكي وهتبقى مبلطة. بس كده بحط لها برضو بالفرشة حاجة بسيطة كده من الزبدة، وادخلها بقى الفرن. بدخلها الفرن بقى الفرن طبعا يكون متسخن كويس جدا، وانا مستعملة الفرن البوتاجاز العادي. بحطها في الرف الوسطاني، بكون مشغلة الفرن من قبلها يكون سخن حامي، يعني عايزاه يكون سخن جدا معاكي. بصوا انا بحطها هنا على الشبكة، وبكون شايلة الصاجة اللي هي بتبقى تحت، علشان الفرن بتاعي كهرباء. انتي بقى علشان الفرن طبعا بتاعي اللي هو الفرن البوتاجاز، فمش شغال يعني، فبستعمل هنا فرن الكهرباء.
بس انت هتستعملي فرن الغاز بتاعك هيبقى سريع اكتر من كده. هتحطيها على على الصاجة من تحت، وتكوني مشغلة الفرن من تحت ومن فوق عاليين، وتاخد معاكي بقى وتتنفخ كده، وتطلعيها تدهنيها مسحة بسيطة من الزبدة برضو كده على الوش، تلمعيها وتحطي لها كيس كده، وتبتدي ان انت تغطيها عشان تفضل معاكي طرية لاخر وقت ممكن لغاية الاكل، وتقدميهم بقى بألف هنا وشفا. بصوا ما شاء الله عملنا 4 فطاير حجمهم ما شاء الله حلو من كيلو دقيق. وزي ما انتوا شايفين كل حاجة قلتها لكم، والتسوية قلتها لكم. زي ما قلت لك التسوية خلي بالك منها علشان ينفخ معاكي. بتحطيها في الرف اللي هو قريب من الصاجة من تحت، وتبتدي بقى ان انت كل شوية تقلبيها كده رايح جاي علشان خاطر تاخد التسوية من كل الاتجاهات، وتعملي احلى فطير ما شاء الله يبقى معاكي. شايفين ما شاء الله شكله عامل ازاي؟ شكله يفتح النفس كده وخطير يا جماعة، من تحت ومن فوق واخد التسوية المظبوطة، واخد اللون اللي هو الذهبي، وبجد احلى من ما تشتريه من بره. عملتي 4 فطاير من كيلو دقيق بس، وهتعمليهم في ثواني. يعني لو عندك كده 3 كيلو من الدقيق عايزه اقولك هتعمليهم في ثواني. احلى حاجه بقى شايفين ما شاء الله طالع مورق ازاي؟ طالع مورق كده وخطير يا جماعه. مش قادره اقول لكم ازاي ان هو كان خفيف والسمنه بتاعته ما فيش، يعني السمنه يعني خفيفه خالص، يعني ما تجزعش النفس خالص. السمنه بتاعته باقل كميه دهن، وما شاء الله طالع معايا مورق وتحفه. والف هنا وشفا على قلوبكم. لو عجبكم الفيديو قولوا لي بقى يستاهل كم من 10، وقولوا لي كمان بتتابعوني من اهل بلد، وما تنسوش اللايك والشير واعملوا متابعه على الصفحه. اشوفكم على خير، مع السلامه.